العيب مش في مرتضى منصور لوحده. شوف هو كان راس الافعى، بس انا راجل بعترف ان انا كنت غلطان. انا قلت لك الراجل ده لما يمشي التعصب هيهدى بنسبه 70 80%. قلت لك كده قبل كده المعلومه دي. انا بقول لك كنت غلط، ده شيء عادي وارد انك تتوقع شيء ويطلع غلط. ليه؟ الراجل ده كان راس الافعى، وهو كان قص المصايب والبلاوي، وهو زرع التعصب، بس هو زرعه وخلع، سابه مزروع ما شالوش وهو ماشي. فرحيله مش هيفرق في حاجه. ليه؟ بالدليل اللي بنشوفه، معطيات كتير بنشوفها. يعني انت عندك مثلا الاهلي في 7 بطولات الموسم اللي فات كسبان 5، خسران بطولتين، واحده من ريال مدريد، واحده خسرها استهتار وتعالي وغرور بمنتهى الامانه وسوء اداره من كولر. فطلعت الكومبارسات والبليله هاتك يا تحفيل وهاتك يا زيطه، واشخاص مسؤوله. سيبك من جمهور الزمالك، احنا هم اخوات. شوف انا بقول لك بليله اهو، وهو يطلع يقول لك احنا الجهلاويه. الكلام ده ما يزعلناش من بعض احنا كجماهير، ده اسلوب طبيعي. التحفيل بينا ما يزعلش. ما انت عايز كاهلاوي لما انا اتغلب الزملكاوي يقعد ساكت؟ ما لازم يطلع يحفل، حتى لو هو بجح. ما هو بجح، ما احنا عارفين ان هو بجح، فلازم يطلع يحفل. ده عادي، انا ما يزعلنيش. لكن اللي يستفزك ان تلاقي مسؤول او لعيب كوره بينتمي للزمالك وطالع يحفل. يعني قمه البجاحه انا اقبلها من زميلي الزملكاوي او حتى من المشجع اللي ما اعرفوش الزملكاوي، مش هزعل. ما هو بجح فطالع. لكن تبقى انت يعني لا اله الا الله، ربنا يديك الصحه ويرجعك من المكان اللي انت فيه في الكوره، ما عندكش فكره، تطلع تضحك وتنزل ستوري بتضحك، وتلاقي بعد كده ايه اعلامي زملكاوي يقول لك ايه الزمالك بيلعب في الكونفدراليه. ما انتوا مش هتنافس في افريقيا انت، فنشجعه باسم مصر. مصر مين يا جدع؟ انتوا خليتوا فيها مصر ولا بنطقوا ولا هتطقونا وبوظتوا الدنيا خالص. تخيل ده ابو تاريخ ابيض، كله تاريخ الجول ابيض، ما عندوش فكره، بيرفع جزمه بس في وش جماهيره. ما رفعش كؤوس، ده ما بيرفعش كؤوس، ده بيرفع جزم. تاريخه كله رفع جزم، وطلع ضحك. ساك عليه، ما علينا نقفله. الحرب الممنهجه اللي معموله على الواد امام عاشور زي اللي اتعمل بالظبط مع كهربا، بس الواد كهربا قام دخل واخد 3 افريقيا. ما هو بص يا ابني، لما تيجي تخش معركه رياضيه حتى، اعرف حجمك وحجم اللي قدامك، اعرف انت داخل قدام مين. انت داخل قدام اكبر جمهور في القاره، فاهم حاجه؟ فانت متخيل انت كجمهور زمالك انت واعلامك وشويه الغير صادق والباضئ ودراديره وبراديره والناس دي ما هتطلقوهم علينا على السوشيال ميديا. انت متخيل ان دول ممكن يوقعوا لعيبه عندنا مثلا بفضل ربنا واحنا موجودين مثلا جمهور الاهلي؟ انتوا يا ابني نكره جنبنا، ما لا تذكروا. ما انتوا بتروحوا اهو الطائف واحنا بنروح الطائف. انتوا لما تروحوا تلعبوا هناك بيبقى ملعب بعيد وفي مسافه كبيره والدنيا مش احسن حاجه، واحنا نروح من الاستاد كومبليت وانت ما فيش. الشعبيه دي تضحك بيها على نفسك. انتوا اكتر شعبيه في 100 عقبه دي، انا اقول اشهد لك بيها. انا ما بحبش النفاق. الزمالك هو الاكثر شعبيه في 100 عقبه بمنتهى الامان، اكذب عليك. يعني مش بعيد يطلع كمان المعلومه دي لو عملنا عليها احصائيه تطلع غلط. المهم برضه في مشكله عندنا احنا في بعض الجماهير اللي بتتفرج على بعض الناس اللي حجمها قد كده. كان لعيب بيلعب في النادي الاهلي، استغفر الله العظيم يا رب، ما تفهمش ايه اللي حصل. وارد، ده احنا اتعودنا عليه كتير. بنشوف اللي زي كمونه وحمونه وزيتونه وفلقونه، واللي زي فاروق، واللي زي مجدي عبد الغني، واللي زي جمال عبد الحميد، واللي زي مصطفى يونس، الحشه كلها بتاعت محجوب عبد الدايم دي. تلاقي محمد فاروق رمى كده ايه قنبله صاروخ في النص وقال لك ايه الشناوي مسك في امام عاشور. انا هاجي لك للقصه دي وهكلمك فيها بمنتهى الامانه بما يرضي الله. لكن ما علينا يعني كنت اتمنى لو حتى ده حصل، وانا اتوقع انه ممكن يكون حصل. شوف كلمك بمنتهى الامانه، يعني انت فاروق المفروض كنت تلعب في النادي الاهلي، يعني ودماغك كنت تلعب بدماغك كويس، فما تخليش دماغك توديك في داهيه دلوقتي وانت طالع. ما احنا جمهور الاهلي لو قطعك، والجمهور اغلبيته يطلع جمهور ذكر ويقطعك ويديك بلوكات على الصفحه، ما حدش ليه لازمه. احنا اللي بنعمل الناس على السوشيال ميديا، واحنا اللي بفضل ربنا طبعا بنعمل الناس في التلفزيونات. ما انتوا ما فيش حد شعبيه زينا، فاحنا بنطلع نتفرج بنعمل اللي زيك قيمه. فانت فاروق ما تطلع معلومه زي دي حتى لو هي صح كتبها يا معلم. ده لو انت عندك انتماء، بس انت جنيهاوي. انت انتمائك يا فاروق للجنيه انت كمان، زيك زي رمضان صبحي وعبد الله السعيد بتوع عبي لي التانك وحط لي فلوس في البنك، نفس السيستم. ما عندكش انت ايه ده النادي اللي لعبت فيه اللي عمل اسمي، ما عندكش الحته دي. زيك زي بقيه الناس بتوع الجنيه. حاول اركب ترند، حاول اركب بتاع، واحنا هنركبه لك ان شاء الله الترند. المهم يعني، وعمل المعلومه دي وطلع بعدها دراديرو. عشان كده بقول لك ما حدش يقول التعصب هينتهي ازاي ويعمل ازاي. اولا دراديرو نزل البوست ده الصبح قبل ما ينزل البوست بتاع الشناوي وامام عاشور، وقال لك ان بص تصرف غير رياضي. انت بالك؟ انت عارف ايه البطوله دي يا دراديرو؟ البطوله دي انت في اخر كام في القرن الجديد لعبتها مره واحده. نهار ازرق. البطوله دي يا دراديرو اسمها كاس السوبر الافريقي، لعبتها مره واحده في القرن الجديد. ربنا اللي ينولها لك ابدا، ما العبها لك تاني. في القرن الجديد لعبتها مره واحده. بطوله افريقيا طبعا مش حابب افكرك ان انت في القرن الجديد 25 سنه ما شفتهاش. تقول لي السنه 24 بس، ما هو مش هيلعب السنه دي. ما بيلعبش السنه دي في افريقيا، فدي كمان راحت منه. ولا هيلعب اللي جاي عشان يريحك، يبقوا 26. ما انت عد من الصفر، عد من 2020.
فاهم ازاي؟ فمش هتاخد حاجه، مش هتلعب حاجه، مالكش علاقه بالحاجات دي يا دراديرو. بعدها بساعه قام منزل بوست تاني، بسبب بقى طبعا اللي اسمه فاروق بتاع البرقوق دوت، ولا بتاع الغسيل. المهم قال لك ان الشناوي، البوست اهو، ان الشناوي او الكابتن خالد بيبو مدير الكوره وقع غرامه 100,000 جنيه على امام عاشور عشان خاطر اللي حصل. نيجي للمشكله بقى دي عشان نتكلم بالامانه، وازاي تتعامل مع لعيبه الاهلي. شوف، المشكله دي النادي الاهلي نفاها وقال انه هيقدم شكوى في محمد فاروق. طيب تقول لي ايه رايك يا اسلام، فاروق كذاب ولا صادق؟ اقول لك الله اعلم، لكن بعقليتي انا ده الشناوي ممكن يحصل الكلاش دوت. ليه؟ طيب افهمك. الشناوي احنا مش انا ما اعرفوش شخصيا، ويعلم ربنا كان مفيش حد اهلاوي بيحبش اي لعيب في النادي الاهلي، ما عدا طاهر محمد طاهر، ما عدا العاق ده ما حدش بيطيقه، العاق دوت. المهم ده اخي قفشه حتى ليه فوائد، يعني قفشه ليه فوائد وليه تاريخ حتى عايش عليه، طاهر ده ما. المهم عشان نخش في موضوعنا. الشناوي شفناه في كذا مره في كذا لقاء في دوري ابطال افريقيا، كل ما نيجي نكسب وحد يخش يحاول يعمل لقاء مع اللعيبه هو اللي بيتصدر وبيقف. اي نعم هو كابتن الفرقه وبتاع، بس شوف الناس اللي بتفهم في البشر، ما هو مش انا لوحدي اللي بفهم في البشر، في ناس كتيره جدا ممكن تقعد مع ناس كتيره تعرف تفصصها كده وتعرف تطلع القطط الفطسانه اللي فيها، مش انا لوحدي. فلما تبص للشناوي في رياكشناته والبادي لانجوج لغه الجسد بتاعته وهو بيتكلم مع المذيعين وبيصدهم، تحس ان الشناوي بياخد المواضيع كده على اعصابه شويه، واللي هو ايه، تحس انه في جيش. فاهم ازاي؟ شفت لما انت في جيش والقائد بيتكلم معاك، رغم ان انا ما دخلتش جيش مش هكدب عليك، بس انت فاهم الحاجات دي معروفه، تحس ان انت ايه، مش اجتماعي. الواد الشناوي مش اجتماعي كده وابن بلد، يعني شكله مش فكاهي مثلا وقاعد مع اصحابه. انا بقول لك اسمع مني. فدي نقطه مهمه. ليه بقى؟ لان عشان ما تجيبش مشاكل قدام. شوف يا معلم، في نوعين من البشر، مش لعيبه الكوره، من البشر كلهم. في نوع تطبطب عليه تاخد عينه، تطبطب عليه تاخد عينه، تحاول تهندله كده وتاخد تحت باطك وتاخده في كتفك وتصاحبه تاخد عينه. في نوع ما بيمشيش غير كده، تديله فوق دماغه تاخد عينه برضه. تقول ازاي؟ اقول لك هو كده. يعني هديك امثله وركز في الاسماء دي كويس قوي، وبكره تقول الله يمسيه بخير. اسلام قال، محمد عبد المنعم، امام عاشور، دول من اخطر الناس اللي تتعامل معاها بالعصبيه. ويجي بعديهم في الاخر كهربا، بس كهربا ما بين البنين. كهربا من النوع اللي ايه، تعالى عليه شويه وترخيله شويه، تعالى عليه شويه وترخيله شويه. النوعيه بتاعت محمد عبد المنعم وامام عاشور وحسين الشحات، هتوري له العين الحمراء هيوريك العين السخنه. بكلمك دغري، حسين الشحات يا معلم مش سلام، حدث ولا حرج، من مرات اشعابيه زي حالتنا لحسن حد يفهمني غلط. فحسين الشحات هتوري له العين الحمراء هيوريك السودا مش السخنه، ده هيوريك العين السودا. حسين الشحات عايز واحد يهندله ويزعق له بالحب، لان حسين الشحات مش من النوع اللي تديله فوق دماغه يمشي، ولا امام عاشور ولا محمد عبد المنعم. اسمع من اخوك، الناس دي كده، في ناس معينه كده. واحد زي محمد هاني من البنين، الشناوي شد ورخي، فاهمني ازاي؟ يعني عادي، بس الشناوي من نوع بقى، مع احترامي انا اسف يعني، اللي ممكن تطبطب عليه يتنطط. اصل انا مش هنسى له اللقاء بتاع ماتش الترجي بتاع الذهاب، لما الناس حاولت تخش تعمل لقاءات وبتاع. معلش يا جماعه، معلش مش هينفع حد يدخل دلوقتي، احنا مش عايزين، احنا لسه ما صعدناش، معلش يا جماعه. اسلوبه ارجع هات الفيديو واتفرج عليه. في يا معلم شناوي مالك؟ ما يعني واحده واحده يا معلم مع الناس، ما تنشفهاش قوي كده، ما تصعبهاش علينا يا عم شناوي، الله يخليك. فانت يا عم شناوي كابتن الفرقه بتبقى قائد، ما تبقاش مانجر. شفت لما اقول لك في فرق بين الليدر او فرق بين القائد والمدير؟ في شخص بيبقى مدير، ربنا ابتلاك في شغلك بمدير مقرف، ناقص، عنده نقص، هو عايز يجي يتكلم معاك في اداره ويتكلم معاك في خصومات وانت عملت ايه. زي الاتش ار عندنا في مصر، الاتش ار بيتعامل مع موظفين في مصر على ان الاتش ار ده مثلا ايه، لواء شرطه، لواء جيش، وزير داخليه. الاتش ار كده تروح مثلا عندك يعني في مقابله مع الاتش ار وانت موظف جوه، فتحس ايه بيكلمك من مناخيره او بتاع. رغم الحمد لله اشتغلت مره واحده في مصر من سنين السنين. فلما دخلت الاتش ار مره، اقسم بالله ما انساهاش، كنت حاسس ان انا داخل، فاهم ايه، على في سكنات عسكريه، داخل على ما علينا يعني. فما تبقاش انت عشان هو عامل زي الاتش ار دول، يعني ما تبقاش عامل زي الناس دول، لا خليك قائد. واحد زي امام عاشور جاي اوريدي، الواد متمنهج بحرب ما يعلم بها الا ربنا. الله اعلم، ده بيمشي في الشارع يقابل زملكاويه تشتمه تقول له ايه، تسمعه تقول له ايه، وهو مش من النوع، مش ابو تريكه. يعني ابو تريكه يسمع الشتيمه ويكبر دماغه يقول لك هتصدق بعرضي عليهم ولا يشغلوني. فانت يا معلم واحد زي ده محتاج حد يطبطب عليه، حد يحتويه. ما تخشش بقى تقول له كاني وماني وتفرض عليه شخصيتك واحده واحده من بدري، لو ده حصل يعني.
لو ده حصل. بس انا بقول لك اهو بمنتهى الامان، احنا حتى كاهلاويه لو معلومه زي كده انا شفتها بعيني ما اطلعش اكلمك فيها حتى على صفحتي، ولو عملتها انا بقول لك اعمل لي بلوك. طب انا مش اهلاوي بتاع سبوبه، ما هو ده خبر او دي معلومه يعني ما اسلام ما تتقالش. لكن فاروق ده زي ما قلت لك واحد بتاع ترند، فاهم، بيطلع يتكلم بالراحه كده وبتاع، ويجيب ايه ناس مع احترامنا يعني، يجيب واحد زي الهجاص رضا عبد العال عشان ايه؟ يعملوا اراجوزات مع بعضيهم ويسخنوا ويرمي له كلمه والتاني يطبل ويقول له الحركات اللي انت عارفها واي هبد. لا بيقدم محتوى تحليلي ولا محتوى كوره ولا اخبار كويسه، بني ادم بتاع بيشجع الجنين زي ما بقول لك. فانا اتمنى وعارف ان ده مش هيحصل، ان الناس لما تشوف الاشكال اللي زي دي زي فاروق واي حد بيفكر انه يهاجم النادي الاهلي او بينتقد بالعافيه او بدون ما يبقى مذاكر او بدون ما يتكلم صح، ارزعه بلوك متين يبارك لك ربنا، ارزعه وغوره من وشنا يا عم الحاج، من الاخر يعني بمنتهى الامان. ما لقيتش براحتك. نتمنى بقى من الباقي ما حدش ما نسمعش من قدام من اي بني ادم حد يقول لك اصل يا اسلام التعصب عايزين نهدى شويه، يا ريت تهدوا اللعب انت وفلان وفلان وعلان، احنا زي ما قلت لك مش شايفينكم. بس انت لما هتجيب سيرتي الطبيعي ان انا ابقى اطلع برد عليك حتى بالادب، اكلمك في موضوع مهم، اتناقش معاك في حاجه تخصني لا اكتر ولا اقل. لحد كده يا سيدي كفايه، مش عايز اطول عليك، واشوفك في فيديو جديد. سلام.